السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أهل الكويت خاصة والسعودية والخليج عامة، قاعد نعاني من عوائل سورية شردها النظام، الله يشرده إن شاء الله، وهو مع جرذانه من حزب الفيران وإيران المجوس. أسأل الله يا رب إن شاء الله يرينا فيهم يوم ما فعلوا بأهلنا شيء لا يصدق. والله العظيم يا جماعة الخير، العوائل بالآلاف مشردة، الأرامل بالآلاف مشردة موجودين حاليا، وصعوبة المعيشة والأجارات. عندنا عوائل ما عندها أي معيل وأولاد، وأنتم تتصورون كيف إن الواحد يقدر يعيش. وهذول أرامل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال الساعي على الأرملة كالمجاهد في سبيل الله. اخواني عندنا كذا فيلم مصورينهم، اللي يحب يتواصل ويانا في عملية كفالتهم. الكفالة راح تصير مباشرة، شفافية كاملة من الكفيل إلى المكفول بدون أي وسيط. مجرد ما نعطيه الرقم هو يتصل وهو يحول لها كل شهر مبلغ ما يقارب 40 دينار. أسأل الله يا رب إن شاء الله أن ييسر عليكم إن شاء الله أمر الكفالات هذه، وأسأل الله يا رب أن يطرح القبول في قلوبكم. تبارك الرحمن أهل الخليج ما قصروا مع أهلنا سوريا، وأتمنى ما يقصرون معاهم. وأتمنى يا رب أن ينشر هالفيديو لأكثر عدد ممكن على أساس نقدر نوفر كفالات لهالأسر. ومشكورين، وأسأل الله أن ينتقم يا رب إن شاء الله من نظام زبانيته قريبا جدا إن شاء الله. ولا تنسوا الدعاء حق إخوانكم، الله يرضى عليكم. مشكورين، دمتم سالمين. يقول عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. فنحن نناشدكم شعب الكويت المعطائين خاصة وأهل الخليج عامة أن تنظروا إلى هذه الحالة بعين عرى الإسلام الذي يربطنا بكم. فهذه زوجة المعتقل ولها من الأولاد 5، ونحن نناشدكم بكفالة لها تقيها ذل الحاجة وتعينها على مصابها وغربتها. فهنيئا لكم أجرا بشركم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنيئا لمن فاز بأجر كفالة أسرة مجاهد أو معتقل فيفوز بقول الله تعالى يوم القيامة: مرحبا بمن أطعمني وسقاني وحباني. فوقوفكم إلى جانب أخواتكم السوريات في محنهم ومصابهم فضلا يستحق منا الشكر والعرفان، وجزيتم خير الجزاء. فمن يجد في نفسه الرغبة بأن يكون ساعيا على هذه المسكينة وأطفالها فهنيئا بمرتبته الجهادية، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن يحب التواصل فمع الأخ وليد الحاتم على الرقم 00965 9943 5543 كفالة مباشرة من الكفيل إلى المحتاج، وجزيتم كل خير.